هاد القصة للعبرة. قصة ديال واحد البنت كانت لاباس عليها وتصاحبات مع واحد الولد شمكار. والديها ما بغاوهاش وسدوا عليها، ولكن واخا هكاك مشات هربات معاه وعاشوا بحال مزوجين يعني، ولكن ما مزوجينش. حرشوه صحابو عليها ولا كيضربها ويسبها وينعتها بالعاهرة، ولكن واخا هكاك بقات معاه في الحرام. ولات كتبقى الجوع يومين 3 ايام، لدرجة ولات كتطلب الماكلة غير من عند واحد المرأة وهو كيمشي يقصر مع البنات والدراري، وكيرجع حتى ل3 ديال الليل سكران كيجي يتكرفس عليها وينعس. حتى لواحد النهار اللي جاب معاه بنت وصحابو يقصروا معاه في البيت اللي كارين في السطح، عراها وتعدى عليها قدامهم، وقال لصحابو 5 يتعداو عليها قدام عينيه وهو كيضحك عليها. واحد النهار كان ضربها بزاف وتعدى عليها، صافي قررت ترجع لدارهم عند والديها باش تلقى ماماها ماتت بفقصة بسببها، وباباها سخط عليها إلى يوم الدين وحرمها من ورثها كامل. وفوق هاد الشي تزوج بمرأة قد بنته وعايش حياته في كندا. بقات شحال وهي في الشارع، تحرش، الاغتصاب، حتى النهار اللي غتكتشف أنها عندها ورم في الراس بحكم أنها كانت كتقرا الطب عرفتها غير راسها. عاوتاني قررت ترجع عنده. ملي وصلات كاع الناس الحومه بقات فيهم وكيشوفوا فيها بشفقه، وحالتها حاله كتقطع القلب باش تلقاه مزوج ومراته حامله. تحنات قدامهم، باست ليه رجليه باش يرجع ليها، طلباتو رغباتو، ولكن مشى دون اعتبار. الوعي ديالها بدا كيمشي في ديك اللحظه، بدات كتسطى بمعنى الكلمه. المهم بعد شهور في سبيطار الحماق ولات كتبقى غير جالسه في القنت ومعنقه مونيكا. كان جابها ليها في ايامهم الاولى وكتراري بها بحال البنت فعلا، ولات كتشوفه هو ومراته ديما معاها في الغرفه، وكتشوف ماماها وباباها كيقولوا ليها انتي قتاله. تلاقات بفاطمه اللي هي طبيبه تما وقالت ليها تعطيها كتاب وورقه. كملات لينا رسالتها وانتحرات. الموت ديالها جا كيبكي في القبر ديالها، قال ليها باللي ندم ولقى باللي مرتو حامله من صاحبه. بعد ايام وشهور كتوصل فاطمه واحد الرساله مضمونها انه لقى عنده سرطان الدم ومشى حتى هو انتحر من واحد الجرف عالي. هذه هي قصه باختصار. كان كيقول ليها الشمس ظلامي ولكن رجع هو ظلامها. وهاد القصه بكات بزاف ديال البنات، وفعلا خاص بنات ما يتيقوش بزاف.